ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا ام مسلم ودي قناتي. اللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بعمله. النهارده هعمل معاكم ايه؟ ميكس الفطيره اللي قدامكم ديت، فطيره شرقي ميكس الجبن. دي جبنه موتزاريلا، هقطع عليها جبنه رومي، هقطع عليها لانشون، هعمل ميكس كده مع بعض. الحاجات دي كلها جديدة، يعني انا فاتحة الجبنة جديدة، اللانشون جديد، كله جديد. انت بقى لو عندك لفة جلاش في التلاجة وعندك اي ميكس جبن في التلاجة، جبنة بيضة، جبنة رومي، جبنة شيدر، اي حاجة، حتة لانشون على جنب، حطيهم مع بعض واعملوا بيهم احلى فطيرة شرقي من بواقي التلاجة. انا ما كانش عندي فاضطريت اجيب حاجات جديدة. هقلب كله في قلب بعضه، جبت حاجة كبيرة اقلب فيها. ادي اهو، هقلب كده مع بعضه واقطع بقيه اللانشون. جربوها يا جماعه والله تحبوها قوي وحلو. بس اقطع بقى قرنين فلفل فيها. الفلفل الرومي ده بيدي ريحه وطعم جميل قوي في الاكل. كنت زمان فاكره ان ملهوش لازمه وما احبوش، لا بيدي طعم وريحه، طعم حلو قوي. في ناس ممكن تحط على الخلطه دي عشان تديها الوان كده، اللي هو الفلفل، فلفل الوان. انا ما عنديش فلفل الوان، حطيت فلفل رومي عادي، وبحس ان طعمه احلى كمان. هنا خلاص جهزت الحشوة ومعايا في الطبق الصغير ده سمنة بلدي. هدهن بقى على كل طبقة دهنة بسيطة كده خالص سمنة. كل ما احط ورقة جلاش هدهن عليها دهنة سمنة. اي مادة دهنية عندك انت ممكن تستخدميها. الناس اللي بتحب تطبخ بالزيت الذرة، بأي حاجة تانية، بالسمنة اللي اسمها ايه دي، نيوزيلندي، بأي حاجة استخدميها. انا هنا حطيت معلقتين سمنة بلدي كبار، وحطيت عليهم معلقتين زيت برضو، سيحتهم وحطيتهم في الطبق ده. وكل ما اعمل راه هحط عليه دهنة سمنة. الوصفة انا بسجل طبعا بعد ما اكلناها، تحفة اللهم بارك، والله جميلة وعجبت الولاد قوي قوي. بس في ملحوظة بقى، انا لو عملت الوصفة دي المرة الجاية، انا عملت نص لفة الجلاش، فكرت عشان الطاسة صغيرة اللي انا بعمل فيها. لا، انا المره الجايه لو عملتها هعمل اللفه كلها. حبيت ان هي تورق اكتر من كده، ورقه اكل جلاش اكتر من كده. بس هي طلعت جميله قوي برضو. خلاص انا كده بدهن سمنه وظبطتها. الرخامه يا جماعه والله ممسوحه وغسلاها كويس جدا ومنشفاها قبل الفيديو، عشان عارفه ان انا هعمل كده، عشان ما حدش يقول لي الرخامه متطربه، الرخامه ممكن يكون عليها حاجه عشان الجلاش بره. لا، الرخامه نظيفه وزي الفل. دلوقتي انا هحط الحشو في النص، الحشو كتير اللهم بارك. خلاص، واطبق الورق بقى على بعضه برضو. وانا بطبق هحط على كل طبقه دهنه سمنه. خلاص كده، طب بطبق اهوت. انا بعمل في الطاسه ام ايد ديت حرفها صغير، سهله في القلبان، لان انا هحطها على البوتاجاز، مش هدخلها الفرن. فالقلب بتاعها سهله قوي عن الصينيه. خلاص، انا كده كل طبقه احط عليها دهنه سمنه. حسيت ان الوش بتاعها مش عاطفي كده، فقمت ايه جايبه اخر حاجه لف الورقه كامله بتاعت الجلاش، لفتها بيها كلها اهي. لفتها من فوق ومن تحت عشان تدي شكل ان هي حاجه واحده كده، ملفوفه متظبطه اهي. بصوا، الوصفه دي جميله والله، جربوها تعجبكم ومش مكلفة، خصوصا لو انت مثلا عندك لفة الجلاش مركونة كده في الفريزر. مثلا لو عندك بواقي جبن، حتة لانشون، بواقي جبنة رومي، مش هتكلفك حاجة. حطيتها على النار وهقلب. بصوا بقى، القلبة معاكم دي كنت خايفة قوي تطلع محروقة او تطلع فيها حاجة، لا طلعت الوش مظبوط بالملي. الوش التاني هيطلع احلى كمان. شلت البواقي عشان ما تتحرقش، وهقلبها تاني في الطاسة. بصوا، بتتقلب سهل برضو، بتطلع سهل عشان الفها كويس. اخلي الوش التاني ياخد لون واقلبه برضو. الوش التاني لونه هيبقى احلى واجمل كمان. والله التصوير ظالمها، في الحقيقة اجمل. بصوا بصوا اللهم بارك، تحفة.
هي على قد الصينيه دي يا جماعه، هي مش صغيره، هي كبيره. بس لما انا جيت حطيتها في الصينيه ديت بانت صغيره، لان الصينيه دي كبيره قوي عن التانية. انما هي كويسه اهي، الطبق اللي فوق ده كبير يعني. غطيته بقى على اساس ان هي تطرى شويه، بس هي ما طريتش. وهي القرمشه طلعت احلى كمان يعني. انا ولادي حبوا القرمشه دي وهم بياكلوها. بصوا بقى بوريكم جوه، جمال جمال والله العظيم، تحفه تحفه. واكله كده دسمه ومفيده. انا عملتها على الفطار، في ناس ممكن تعملوها على العشاء، في ناس على الغدا جنب اي حاجه تانية معاها، انما عملتها هي لوحدها على الفطار وخلاص. بصوا لونها تحفه. جربوها يا جماعه والله هتعجبكم. تحفه اللهم بارك. والتصوير والله ظالمها. تحفه. يلا يا رب تكون الوصفه عجبتكم. شوفوني في فيديو جديد. مع السلامه.